لن أعيش في جلباب أبي. الفرق بين جيلين ما كانش في الفلوس، لكن كان في الطريقة اللي شايفين بيها نفسهم والعالم. عبد الغفور شاف إن الحياة معركة، كل نجاح فيها لازم يجي بعد وجع وسنين تعب. أما عبد الوهاب فكان شايف إن الحياة مش لازم تبقى حرب طول الوقت، وإن النجاح الحقيقي هو لما تلاقي نفسك مش بس لما تكسب. المشكلة بدأت لما الخوف اتغلب على الحب. الأب خايف إنه يضيع، والابن خايف يعيش نسخة من حياة مش شبهه. وده اللي بيحصل في بيوت كتير دلوقتي. النية طيبة بس الطريقة موجعة. عبد الغفور ما كانش قاسي، هو بس نتاج لجيل اتعلم إن الحنان ضعف، وإن الغلط عار، والحضن عيب. لكن جواه كان طفل صغير نفسه يتقال له برافو. والابن اللي اتمرد ما كانش ناكر للجميل، هو بس كان بيدور على صوته في دوشة اسم أبوه. المسلسل ده بيعلمنا إن التمرد مش دايما عصيان، وإن السيطرة مش دايما حب. أوقات بنحتاج نسيب اللي بنحبهم يختاروا طريقهم، حتى لو الطريق ده بيوجعنا في الآخر. هنا عبد الغفور علمنا إننا إزاي نبدأ من تحت الصفر، وابنه علمنا إن مفيش مانع نبدأ من الصفر لو الطريق مش شبهنا.